الحكاية بدأت من هنا سنة 1957. بطولة أفريقيا حكايتها بدأت من سنة 57 في السودان بمشاركة 3 منتخبات بس: مصر، السودان، أثيوبيا. وجنوب أفريقيا وقتها اتشالت من البطولة. أول نسخة وأول بطل كانت مصر، ومن ساعتها البطولة ما بقتش مجرد كاس، بقت عنوان للسيطرة والتاريخ. سنة 59 مصر بتستضيف وبتكسب تاني، وسنة 62 كانت أول بطولة بنظام التصفيات، وأثيوبيا بتخطف اللقب على أرضها. البداية كانت بسيطة، لكن اللي جاي كان أكبر بكتير. شادي الخولي، 2 في الملعب، من قلب أفريقيا. مع السنين بطولة إفريقيا بدأت تكبر وتشد الأنظار. في السبعينات التغطية التلفزيونية دخلت بقوة، ونظام البطولة اتغير. سنة 76 أول مرة نشوف نظام دوري في الأدوار النهائية، وعدد المنتخبات زاد من 4 ل 8 ل 12 لحد ما استقرت على 16 منتخب سنة 96. ووسط كل ده ظهر صراع الكبار: غانا بتحقق 4 بطولات، ونيجيريا بتثبت نفسها، والكاميرون بتدخل بقوة. وتفضل مصر دايما رقم صعب. أفريقيا بقت مسرح مفتوح للمنافسة. شادي الخولي، 2 في الملعب، من قلب أفريقيا. من سنة 2000 وإحنا دخلنا عصر جديد: مفاجآت، أبطال جداد، وتاريخ بيتكتب من جديد. مصر بتعمل ثلاثية تاريخية من 2006 ل 2010، وزامبيا بتبهر القارة في 2012، ونيجيريا وكوتيفوار والكاميرون يرجعوا للواجهة من تاني. وآخر تتويج كان للجزائر سنة 2019. البطولة بقت ب 24 منتخب، والتنافس بقى أقوى من أي وقت فات. وقرار جديد من الكاف: من أول 2028 كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنين. ولكن رغم كل التغييرات، مصر 7 ألقاب، والكاميرون 5، وغانا 4، ونيجيريا 3. وده تاريخ مش سهل يتنسي. مين شايف إن الجيل الجاي هيغير الترتيب؟ شادي الخولي، 2 في الملعب، من قلب إفريقيا.